بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أول شيء أشكر منصة رعاك على هذا الجهد الطيب في إثراء الساحة الدعوية وتبصير الجيل الصاعد بأشياء مفيدة ونافعة وطيبة وتذكيرهم بأمور تنفعهم وإرشادهم إلى سواء السبيل وزرع فيهم محبة العلم والمعرفة والتطلع والعناية بمواضيع مسكوت عنها. موضوعنا لا يعود حول كيف نستقبل رمضان وكيف نستغل رمضان وكيف ندرك قيمة رمضان وكيف يكون رمضان هو البداية للشرارة والارتباط بالله تعالى وإصلاح دنيانا وديننا. ونختار نبدأ معاكم من بداية الطريق. السؤال يطرح ياسر من الناس غالبا يقول لك شنو هي الطريقة المثالية اللي نقد نبدأ بها شهر رمضان ونستغل أحسن استغلال وندرك قيمته وأهميته. أول شيء الناس أي شيء اللي تختاره وفق معايير. مثلا حد تري يشتري سيارة دورتهم يبحث هي قوتها كم من حصان كم من جمل وكم من حمار، وانت اللي يشتري معجون دور يشوف مكوناته ويعرف سعره ويعرف قيمته. انت يشتري جوال يشوف كاميرته ويشوف قدرته الأدائية ويشوف رامه كيف ذاك الأشياء كاملها اللي يستخدم واللي كماليات بالنسبة له ما يقبلها يكون على هذا الأساس. كذلك شهر رمضان أي حد اللي جاي شهر رمضان يدور يعرف ذا الشهر شنو وذي العبادة اللي فيه قيمتها عنده مولانا شنو وفائدة الصيام شنو. أول شيء هو الصوم ركن من أركان الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث في الأربعين النووية بني الإسلام على 5 وذكر فيها بعد الشهادتين والصلاة صوم رمضان. صوم رمضان ركن من أركان الإسلام. ولين نتكلم عن الطريقة المثالية اللي قد حد يخطط بها ويستغل بها شهر رمضان، نقول من وجهة نظري إن ما في خطة تصلح لكل حد، كلها عنده خطته اللايقة به وعنده نفسيته وحالته. وفي نقاط نختار نثيرهم مفيدين أنا شايف إنهم ينفعوا. أولا رمضان هذا رمضان ما يا الله عود كيف رمضان السابقين. هو رمضانات المؤمن عبارة عن درج. أنا مثلا رمضان الماضي تركت فيه أشياء وتعديتها، ذا رمضان يلا نزيد فيه نزود فيه العبادة والطاعة والقربة وندرب فيه نفسي لأشياء ما كانت عندي، يعني أستزيد فيه. ويلا ذا رمضان هاي النقطة الأولى يؤخذ علينا من دون مسلسلات ومن دون مقالب ومن دون أشياء نفرط فيها. مثلا العاد والعليات يفرطوا في رمضان فيه ياسر من الإفراط في الاستهلاك الزايد، في طول الوقفة في الكوزين والفطاير والعصاير وسمبوسة وبطبوطة وكتكوطة وسكسوكة وحبوسة وسسوسة. شي من الأمور اللي كثيرة تبطل عليهم هم أوقات العبادة وتفوت لهم ياسر من الخير، مع أنها ياسر منها يستغنى عنها. هو المؤمن خارج أشياء كثيرة يقد يستغنى عنها مثل فضول الطعام، والحديث ما ملأ ابن آدم ويعان شر من بطنه، ومثل فضول الرقاد ومثل فضول الشراب ومثل فضول الخلطة. هذه كلها مؤذية للقلب ويلا حد يتخلص منها. ما نقول حرام وما نقول هي من المباح، يا غير حد ما ترك شيء من المباح لا يفوت عليه ياسر من خير. احنا عندنا المفارقة بين الفاضل والمفضول واضح. نعم معناته يستغل حد رمضان أحسن استغلال ويبعد قدر المستطاع من المشوشات عليه، منها المسلسلات الكثيرة والمسلسلات كاملة والمقالب والأشياء اللي تضيع علينا رمضان هي كاملها تعلمنا كيف لا نستفيد من رمضان، كيف يضيع علينا رمضان، كيف نعود رمضان ما حصلنا فيش. النقطة الثانية كلها يشتغل على الأرقام القياسية الشخصية له. مثلا هو حد كان خارج رمضان ما عنده أي رابطة بالقرآن، مصحف مقبر له سنة عن يفتحه، ما كان عنده ورد يومي وكان يقرأ من الصلاة لذاك اللي يقرأ في الصلوات. هذا نتلاو ونقولوا له عنه يختم 3 ختمات والله 4 داخل رمضان عودوا غلمناه. هو رقمه القياسي ما بس ما في شيء ذاك واه، ما كان عنده ورد، ما كان منظم قراءة القرآن، ما كان قاصرا يقرأ منه شيء، يقرأ إلا في الصلاة، ما قد تفتح مصحف. لين نقولوا له عنه يزيد رقمه القياسي في رمضان، نقولوا له عنه يبدأ
بذاك اللي قادر يقدر عليه وقادر يثبته، لأن يقولون يبدأ الله بصفحتين لا يقراهم مع الصباح ويتدبر ما فيهم ويشوف المعاني اللي منها ما هو فاهم، يفهم معناها الإجمالي، وشوف كتب التفسير المبسط مثل مختصر في التفسير اللي أصدرته دار مركز تفسير، ومثل القرآن عمل وتدبر. هذا يفهم نقول له عنده يسكن له صفحتين ويثبتهم عنده، معناته لين يعود ما بعد رمضان يعود له ثابتين عنده وتوف. الشيء الثاني عن الأهداف المناسبة لكل رجاش، يشوف علاقته بالقرآن سابق رمضان كيف قلنا، ويشوف اللي هو في الطاعات يجبر قلبه، وأي شيء له يستمر عليه يلا يثبته عنده. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أحب الأعمال إلى الله ما أدومه وينقل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، كان آل محمد إذا عملوا عملا أثبتوه الحديث. وكيف ذا قيام الليل، حد أصلا ما كان يعرف قيام الليل سابق رمضان، يعرف اللي الرقاد تم ينفخ شو تقول أصلا قاعد في المسجد عود تفقرش، ما نقدر نقولوا له قيام الليل، ما كان يعرفه أصلا. لا نقولوا له في رمضان يدخل عادة جديدة ينقال له الوتر لا انت سابق يرقد يصلي ركعة واحدة، يصلي فيه قل والله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل برب الناس، ويركع ويسجد والسلام عليكم، وهذا ذا قد. ولا زاد من قيام الليل شيء ثاني، يعود خفيف إياك ما يعود كالمنبت، لا أرض انقطع ولا ظهرا أبقى. نعم. ويعود نفسه على الوتر كيف قلنا، ويخرص أي عبادة يجبر فيها قلب. رمضان كامل على بعضه هو أنا ندور نجبر قلبي. المؤمن في رمضان يدور يجبر قلبه، الصلاة ما ينفاق عليه، والصوم ما ينفاق عليه، وقراءة القرآن ما ينفاق عليه، والذكر والدرس ما ينفاق عليه. به التلفون الإنسان مرتبط بأشياء مشوشة عليه حتى، وجمعية القلب كما يقول ابن القيم اللي هي من موجبات استجابة الدعاء، موجبات التلذذ بالعبادة، موجبات قبول العبادة، حضور القلب فيها واستشعار القلب لها وإحساسه بها. هذا مفقود عند ياسر من الناس بهم الدوام اللي هم داخلين. نعم. كذلك يلا تكل رجاش في رمضان أي شيء من العبادة عدلوا في رمضان يلا يثبتوا، وأي شيء كان يعدلوا سابق رمضان يلا يزيدوا. مثلا حتى سابق رمضان كان لين يقبل راتبه للشهر يوخل صدقته 5000 مثلا، القريب عنده والله حد محتاج قريب منه في رمضان يلا يزودها عدل 10000. حد كان يصلي الضحى ركعتين سابق رمضان يلا في رمضان يعدلوا 4. وحد كان يقوم الليل بركعتين صورتين يلا نقر رمضان يقوم ب4 ركعات، يعني يزود منسوب الطاعة عنده داخل رمضان. نعم. ياك ما يعود رمضان كيف الشهر اللي سابقه. وفيه ناس تشوف رمضان مثلا السباق غير السباق، في صنفين من الناس، صنف سباقهم محمود، والصنف الثاني معدلين العبادة لا شوتوا. مثلا يقول لك أنت قريت حزبين أنا قريت 10، أنت صليت في ذاك المسجد أنا صليت في مسجدين، كانوا يتنافس معاك وذي يعود داخل في شيء من الكبر، وهذا محمود. يا غير المنافسة فيه والرياء حاضر، غير فم المنافسة ثانية محمودة وطيبة وبعيدة من الكبر، اللي هي لن يسبقني أحد إلى الله. الناس اللي كانت تقوم الليل خارج رمضان، كانت تقرأ أورادها من القرآن خارج رمضان، كانت تقرأ أذكار الصباح والمساء خارج رمضان، كانت عباداتها ياسرة خارج رمضان، ولين جاء رمضان زودوا ذيك العبادات وتنافسوا فيها والسابقوا، لأن كان عندهم مقدار وزادوه داخل رمضان، وراجين من الله أن يعتقهم في رمضان. وسبحان الله. النقطة الثالثة يلا كل حد سابق رمضان وداخل رمضان يركز في الذنب الكبير اللي مقيده ومقرقه ولا مخليه يحس بلذة العبادات وطعمتها. ياسر من الناس عنده ذنب ما يتركه يعني ولا لاحقه عنده شيء، يلا ذا الذنب يتخلص منه داخل رمضان، ويركز على انه الملهيات ما تلهي عن رمضان والمفسدات ما تفسد عليه رمضان. الشيء الثاني كل عبادة كيف قلنا يلا حد يحاول انه يجبر فيها قلبه ويعدل لها روح. هو رجاج ما فيه الروح مات مقابل شيء، لا تدفن الناس جسد بلا روح. كذلك حضرك مثلا اعطاك صورة وتاء احسن وتاء موديل 2023، هذه انت ما تقدر تركبها تطويها وتديرها لمتك صورة ما يمقابلش. قال حد ودك لك وتاء قدام اعطاك مفاتيحة، اعطاك شيء ملموس، اعطاك حقيقة، اعطاك جوهر ما اعطاك مظهر، اعطاك قلب ما اعطاك قالب. ولذلك العبادات يلا روح كل عبادة نلودولها في رمضان. الصلاة روح الخشوع نلودوله في رمضان. قراءة القرآن روح التدبر المعاني والعمل بما فيه وتذكر انه كلام الله، حضور القلب ولين الدمعة وكذا، هذا يلا نلودوله داخل رمضان. الصدق
وتلذذ أن نعطي لله قبل أن نعطي للمخلوق، وأشياء كثيرة لأن تزيد المواد الباعثة لحياة القلب، المواد المانعة من حياة القلب لا تحضر المواد اللي باعثة على حياة القلب، وفي مواد باعثة على موت القلب وكثيرة. نعم. نحس بالعبادة داخل رمضان، ونحاول المكان والزمان يعودوا مناسبين. مكان مثلا أحد يقرأ في مسجد والله يقرأ في مكان مؤهل للقراية وما فيه تشويش ولا شيء، هذا أنسب الحضور ذهنه وقلبه وشمعية القلب على اللي يقرأ ودور يستفيد منه. والزمان رمضان طاعة عظيمة بالزمان والمكان. وقراية القرآن، لأن نسمع قراية القرآن في التراويح والله نقرأه إحنا والله ينقرأ علينا في التلفزة، يلا نحاول نسمعه ونفهمه، ما هو لا 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 يوفى عندنا ذا، لا نسمعه نقرأه بلسنتنا ونوصلوا الألفاظ لأذنينا ونفهموا المعاني بقلوبتنا ونتقدم خطوة. نعم. ألقى السمع وهو شهيد أي حاضر القلب. وننت لو ندعو الله تبارك وتعالى ندعوه الخشوع، ما هو إلا واحد حافظ دعاء اللهم اهدنا فيمن هديت، عافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، ما شاء الله ايت هذه كل دعاء ينتهي بتاء ساكن ومسجوع وهو يقول هذا وتوه ما شاء الله عليك حافظ. لا، قول اهدنا فيمن هديت. شنو معنى الهداية؟ يا رب الناس اللي تهديه وهم اللي أنعمت عليهم وقايس بهم الجنة، في الدنيا تيسرهم لليسرى وفي الآخرة تمشيهم الصراط وتدخلهم الجنة، دين عدني منهم. تعود فاهم اللي تقول بلسانك، تعي ما تقول كما يقول العرب. نعم. وانت تدعي بخشوع حضور القلب وتحاول ان دعائك يعود في آداب الدعاء، وتحاول تتحرى اوقات استجابة الدعاء، وقلبك يعود متعلق بالاجر اللي يترتب على هذا ومتعلق بالامر تبارك وتعالى، ولو متعلق بالعاد. بعض الناس يقول لك استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله وقلبه متعلق انت لا يكمل 1000 من استغفر الله، هذا طيب، لكن 5 ولا 10 من استغفر الله وقلبك حاضر فيها ومعناها استغفر استفعل، زيادة في المبنى زيادة، أطلب من مولانا المغفرة، هذا أشبه لك من أشياء كثيرة. الكلام يحمل المعاني، أنا أي كلام لا تقرأه والله تسمعوا فيه معاني، فيه أشياء داخله المتكلم به دور يوصلها لك، حاول تتوصل للمعاني ويحضر قلبك فيها. الشيء الثاني داخل رمضان طفرة الحسنات، كأن الله تبارك وتعالى قال إن هذه 11 شهر ما فيها شهر بهذه القيمة، خذوا أقبضوا شهر رمضان اللي ينزل فيه، قبل الشهر العبادات فيه مضاعفة، والأقوال فيه مضاعفة، والأعمال فيه مضاعفة، الصدقة فيه مضاعفة، وكل عبادة تعدلها مضاعفة. منكم نفس طويلة، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. منكم ما قد يصوم يقوم، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. منكم ما قد يصوم، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ما قد يقوم رمضان كامل، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وكل حد وتفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النار وتصفد مرض الشياطين. ويا المؤمن راعيك معانا للعباد، شو الشياطين شكرفناهم عنك، وباب الجنة فتحناهم لك، وباب النار قفلناهم عنك. وينادي منادي من قبل الله يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، أو كما في الحديث. هذا يعود حد يتبين له ذي المعاني دائما، يعود مهم عنده أنه يعدر طفرة في الحسنات، يحصل منها ياسر قدر المستطاع، متاجرة مع الله تعالى. نعم. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم كما في سورة الصف. النقطة الثالثة رمضان لما بعد رمضان. النقطة الثالثة رمضان لما بعد رمضان. ومعنى عن رمضان بداية، يعني بداية وما زالت النهايات إلى الموت ما تنتهي، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. رمضان يلا نعدل فيه توبة خاصة، توبة معها شروطها اللي تؤدي لقبولها، وبداية علاقة مع الله تبارك وتعالى، وبداية تأسيس ولا نكملوا. الله تعالى قال فمن أسس بنيانه على تقوى من الله. المؤمن يأسس بنيانه، وبنيان المؤمن يتأسس، تعرفون الدار تنبنى بركاية وختها وصاحبتهم انت عملين توقف دار مستوية على أساسها. كذلك المؤمن بناء يبتنى من جزئيات الصغيرة لين يتكون عنده البناء العظيم. كان الصحابة طال الله أرضاهم الإيمان في قلوبهم أمثال الجبال كما يقولون. لذلك المؤمن يبنى عنده جزئية، يسمع القرآن يبني القرآن فيه هذه الجزئية بالإيمان بالدار الآخرة، هذه الجزئية بتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هذه الجزئية بالعبادات القلبية، هذه الجزئية بالصدقة، هذه الجزئية بتقوى القلوب، هذه الجزئية بمعاشرة الأهل بالمعروف، هذه الجزئية بالآداب الطيبة والعقل والأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. كل جزئية تنبنى وحدها لين يستقيم بنيان المؤمن كاملا غير منقوص.
النقطة الثالثة الرابعة، رمضان على مقاس كل حد منا. كل حد منا يالتو يسمع، يحاول يسمع محاضرة عن فضل رمضان وعن فضل العبادات في رمضان. فضل رمضان له يذكر له فيه الأحاديث كامل المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذاك اللي ذكر القرآن وأنه شهر القرآن وأنه تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار وأنه هذا يمتن عزم المؤمن على استغلال رمضان. ليش؟ لأنه فهم قيمة ذا الكنز، فهم هو لاش، فهم ذا الشهر قيمته عند مولانا تبارك وتعالى. نعم. كذلك رمضان في جانبين، في جانب الفعل وجانب الترك. جانب الترك فيه مفسدات وفيه ملهيات. مفسدات أي حد درك لا يزرع بليده لا يقلع عنها الشوك ويطرد عنها الطيور حد يزرع فيه، وشوف كان الناس الصالحة للزراعة. هذه تخلية ثم تحلية كما يقولون، تشيل عنه الأشياء كاملة الوسخ وتدير فيه أشياء نظيف. المؤمن يقلع قلبه، يقلع منه كل شيء ما سوى الله ويملؤه بالله تعالى وبالإقبال على الله وبمحبة دين الله وبالطاعة لله تبارك وتعالى. ذلك يخلي المؤمن، يخلي قلبه، يخليه معناها يقلع عنه ذا اللي فيه من الذنوب اللي يشاهر فيها ومن العلاقات اللي خارج نطاق الزواج اللي كان مرتبط فيها، ويتوب الله تبارك وتعالى منها، ويتوب من الغيبة حتى داخل رمضان. واحدين جايين لوحدين يزوروهم وهامهم يقعدوا معاهم يعرفوا أخبارهم يزوروهم في الله، يوكلوا الغيبة نعوذ بالله. وتعود غيبة الناس اللي متدينة وملتزمة وبداية طريق الالتزام وكذا، يقول فلان لا استغفر الله وفلان لا يهدينا ويهديه، هذا يتوب حد منه لأن الغيبة كبير. الشيء الثاني، يحذر حد داخل رمضان من الملهيات. الملهيات مثل قلنا مثل إلهاء المرأة في الكوزين من البلاتات والقدحان والصقيل والنظيف وهذا، ولا يتفطرهم، هذا زين وطيب يا غير ما تخليه يشغل عليك زيادة الإصلاح خسارة. ما تخلي واحدتك في انك تفطريهم يفوت عليك رمضان ما ركعتي فيه ركعه ولا صليتي فيه صلوه ولا عدلتي دعوه ولا تعلمتي شنو موردينك ولا قريتي صفحه من المصحف، واقفه على التشنشين وطراطيق دلوير والبصل، هذا محمود غير الزياده فيه مذموم. نعم. كذلك به اللي شنو به اللي احنا هو حد صايم في رمضان عنده من عند طلوع الفجر إلى صلاة المغرب ما يوكلش يملك كيل كامل الثاني لاش، وعنده لا من عند صلاة المغرب إلى طلوع الفجر ما يقد يوكل فيه ذا كامل اللي انطرح، العصير والعصائر والفطائر وهذا مونغ وهذا برتغال وهذا هو لا كرش واحدة. وفي بعض الناس تفوتهم صلاة المغرب ما توضاوا لها وتفوتهم تكبيرة الإحرام متباركين يقربوا متباركين يشربوا، واحد يوكل تمرات ويشرب ميها ويشرب شي دافي ويتم شهر الصلاة. هو الغرض من رمضان العبادة ما هو انك انت لما ذاك اللي ما كلت في النهار لا يتعوضوا في الليل، ما هو صالح. تمشي شهر الصلاة وتصلي وترجع تقرأ أذكارك وتقعد وتكمل فطورك وتتكيس على مجبنتك، هي لا مجبنة واحدة. الكافر يأكل في 7 أمعاء والمؤمن يأكل في معا واحد. ويخفف حد كل ما كثر حد من الوكيل باش كثر من الشراب، وكل ما كثر من الشراب والوكيل يثقال بدن، وكل ما ثقال بدن ورقد، وكل ما رقد يغسل له ياسر من الوقت وتفوت ياسر من الطاعات. نعم. كذلك النقطة الثالثة قلنا عن رمضان فيه الفعل وفيه الترك. الترك ذكرناه، ترك الملهيات ترك المفسدات. الفعل مثلا قراية القرآن والصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصدقة وعمل الخير وصلة الرحم، وينوي حد انه ذا العدل كامل في رمضان لا يثبت عليه ما بعد رمضان. الصلوات كيف مثلا صلاة الضحى، صلوات النوافل، الرواتب، السنة المؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم 4 قبل الظهر 4 بعده ثنتين بعد المغرب وثنتين بعد العشاء الشفع والوتر وغيرهم، وركعتي الضحى والصدقة وغيرها. هذا كامل من الأعمال المؤمن يجتهد عليها داخل رمضان. سأل الله تبارك وتعالى أن نستقبل رمضان استقبالا طيبا، وأنه يعود بداية خير وتوفيق لنا وبداية سلوك طيب. ونسأل الله أن يجازي بالإحسان من يقيم على هذه الصفحة الطيبة صفحة رعاك، وأن يوفق القائمين عليها وأن يهديهم ويهدي بهم. وألقاكم بخير. السلام عليكم ورحمة الله.